يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه: لا تقوم الساعة حتى تكون فتن، وهذا في صحيح مسلم، يقول: يظهر أناس يلبسون لباسكم، يعني أنهم من بني جلدتكم، ويدعون إلى ماذا؟ يدعون إلى الضلالة والنار باسم الدين، فهم من بني جلدتنا يلبسون لباسنا، يدعون إلى قول خير البرية وهم منهم براء. وجاء هذا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن مثل هذه الأفكار المنحرفة الضالة التي نشأت في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه حتى قتلوه باسم الدين، ثم قاموا على علي رضي الله عنه فاغتالوه باسم الدين، وسيكون كذلك حتى يخرج في عراضهم الدجال يظهرون باسم الدين. هؤلاء قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري في مسلم وغيره، قال: يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم. وجاء في أحاديث أخرى: سفهاء أحلام حدثاء أسنان، فهم ينتسبون إلى هذا الدين ولا يعرفون من الذي يحركهم، المخابرات العالمية أم المخابرات الشرقية والغربية، لتشويه سمعة سنة خير البرية صلوات ربي وسلامه عليه، لتشويه سمعة دنيا المسلمين ودينهم.